عيانة جت النهارده في العيادة بتاعت فيصل بتقول لي يا دكتور أنا جاي لك من آخر الدنيا، ولما شفت الفيديوهات بتاعتك اللي أنت بتتكلم فيها حسيت إن أنت راجل صالح وحسيت إن أنت دكتور ممتاز. معرفش ليه الجملة دي خوفتني، فكنت عايز أكد في الفيديو ده على معلومة. على السوشيال ميديا سهل إن أي حد يقول إنه بيعرف يعمل أي حاجة لأن مفيش أي إثباتات، إحنا في النهاية في الهوا. لما تروح لدكتور أو مش دكتور بس، لما تروح لأي حد بيقدم خدمة طبية عرفته عن طريق السوشيال ميديا، انزل على ارض الواقع وتاكد بنفسك. بمعنى دخلت عياده اسال الناس اللي في العياده، لما تخش للدكتور اساله، ما تنبهرش بالشهره، ما تنبهرش بالزحمه. انت ليك مصلحه، انت ليك غرض. خش للدكتور اسال، اتاكد انه فحصك كويس، انك خدت حقك في الكشف، انك خدت حقك في انك تجاوب لك على كل الاسئله بتاعتك، انك بالفعل لما خدت العلاج حسيت بتحسن، الكلام اللي بيتقال لك كلام منطقي متستف، اللي قدامك باين ان هو فاهم عارف هو بيعمل ايه، عنده خبرة كافية في اللي هو بيتكلم فيه. ما تعتمدش على الشهرة بس، ما تعتمدش على الزحمة بس. ما كانش حد غلب، لان في الاول وفي الاخر انت المستفيد لو الخدمة الطبية كويسة، وانت الخسران برضو لو انت الخدمة الطبية مش احسن حاجة، او ان تجرب فيك اي كلام. وللأسف اي كلام ده بقى كتير وبقى منتشر. معرفش، حسيت ان انا محتاج اتكلم في النقطتين دول عشان ابقى خلصت ضميري. وفي الختام افتكروا دايما ان الامل موجود، وسلام عليكم.